عرب افريقيا وعرب اسيا في كاس العالم. ونتحدث الان عن المشاركه المغربيه المتميزه المثيره للانتباه المثيره للاعجاب. المغرب تتعادل مع البرازيل، وقت اللي شفنا المقابله كانوا البرازيل هي المغرب والمغرب هي البرازيل، يعني شفنا المنتخب البرازيلي يدافع الى اخر اللحظات امام منتخب مغربي شرس بهجوم قوي بدفاع حصين وبخطط فنيه واضحه المعالم. عبد الستار نبدا معك. والله كما قالت قبيله نعيمه، المغرب ما عادش نجموا نكلاسيوه ضمن المنتخبات العربيه. الحقيقه هو في بالي اخر، والمنتخبات العربيه ما زالت ما خلتش المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كسر الحاجز نتاع الخوف ونتاع انت اقوى مني وما نجمكش وما نجمش نلعب معاك منذ كاس العالم الفارطه، وقت اللي عمل البيرفورمانس اللي الحقيقه خياليه ووصل بها النصف النهائي. بالرغم ان النسخه تختلف، النسخه اليوم اللي شفناها ماهيش هي نفس النسخه اللي شفناها مع الركراكي، لانه اليوم ضد منتخب برازيلي قوي او مش قوي يبقى المنتخب البرازيلي. شفنا الحقيقه تكتيكيا منتخب مغربي قويس، المدرب كيف مدرب رزين وقوي ودارس مليح وعرف كيفاش يوظف اللاعبين نتاعو. شفنا منتخب وقت اللي يضغط ان مومون يمشي يضغط، ان مومون يرجع البلوك يتيح. شفنا ان بلوك كومباكت لليني قراب لبعضها. شفنا تناغم متجانس في المنتخب، فريق اللي يخلق عديد الفرص كو سوا سور اون كونستركسيون ولا سور اون ترانزيسيون امام المنتخب البرازيلي. معناتها اللعب متنوع، ماهوش عنده طريقه واحده نتاع لعب واللي شفناها قبل انه ان بلوك وترانزيسيون. لا، اليوم الفريق يلعب كوره، الفريق منظم، الفريق حتى وقت اللي في دي مومون يرجع البلوك نتاعو طايح، لانه لو فوتبول مومون فور مومون فيبل وانت لازمك تعرف تتصرف في لي مومون هذوما. شفنا تصرف على مستوى عالي المنتخب المغربي. شفنا مدرب يعطي فرصه للاعب بوعدي، 18 عام اول مباراه ليه شفناه مايور جوور سور تيران، حاجه ما تصيرش الا انه مدرب يكون قوي، مدرب عنده ثقه، واللاعب يكون يستحق ايضا، اللاعب يستحق وعنده ثقه مش برشا. خاطر فرنسا كانت تجري وراه. لا، بمعنى شنو فرصه؟ انت ما عيطلوش للمونديال فرنسا اول مباراه، دونك هو اختار هو باش يمشي للمغرب. صحيح كلام. هو عمل سونتاج، هو فما ليكوليس ولا نمشي كيما صار مع ريان شرقي، راه نفس اللي صار مع ريان. اليوم باش نرجعوا ل 94، اليوم انت جيت انا نلعبك باش ما نخسركش، لانه هو عمل شونتاج لفرنسا. دونك انت كي جبتني المغرب راك تلعبني تيتولير، مانيش جاي باش تجيبني للمغرب باش تحطني على البنك. دونك اليوم انا كمدرب تصور كان المدرب الجامعه تنجم تفرض عليه الرئيس، هذا موضوع اخر، نجم نرجعوا للاموشي يحطوا له ما يحطولوش، ولا المدرب مقتنع. اليوم فرضوا عليه ولا مش لو ريزولتا الي لا، الجوار على مستوى عالي يستحق انه يكون موجود مايور جوار سور تيران. باش نتفاعل معك في النقطه دي، خاطر فما نغلطوا احنا قاعدين نقارنوا بروحنا في المغرب. المغرب عندها 20 سنه عملت ان بلان واضح مبرمج، خطه واضحه على الملاعبيه اللي هما خارج المغرب. فما حتى ملاعبي في المغرب، وفي حتى ملاعبي مولود في المغرب في الشوط الثاني نتاع مباراه المغرب والبرازيل، فما حتى لاعب مولود في المغرب. ما تحكيليش على التكوين في المغرب، ماهوش تكوين في المغرب. يعني ليش على التكوين؟ حتى ولو كان نحبوا نحكيوا على التكوين عندنا ما نقولوا زاد في التكوين في المغرب، لانه بدوا في التكوين فاتونا باشواط على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى برشا حاجات. موضوع حتى على تكوين المدربين وكل شيء. موضوع اخر. المغرب عندها خذت استراتيجيه، عندها 20 سنه بالمتابعه نتاع الملاعبيه المولودين خارج البلاد نتاعها ويلعبوا في اوروبا، وقاعده تتبع فيهم وتساهم في تطويرهم، وجابتهم للمغرب في الفئات السنيه في المنتخبات باش تحاول انه يتعلقوا بالبلاد ويتعلقوا بالعالم نتاع البلاد، باش يلقى في وقت من الاوقات باش يلقى الاختيار، هو يدخل له فما اختيار معين. الملاعبيه اللي ترى فيهم توا ذوكم عاملين احصائيات على المستوى الاوروبي على مستوى عالي جدا كبيره، ومعدل الاعمار انت عملت مقارنه قبيله نتاع كاس عالم قطر وكاس العالم هذايا بالنسبه للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي معدل الاعمار نتاع المنتخب هذايا اصغر من المنتخب، اللعب كثير. يعني المستقبل نتاع المنتخب المغربي في الكاس العالم الجايه اللي باش ينظمها المغرب ومع البرتغال واسبانيا باش يكون فيها في قمه النضج نتاعو المنتخب هذا. علاش معناتها حبيت نوصل لك الفكره اللي مخطين الامور نتاعهم كما يلزم، فما برمجه واضحه. احنا انت قلت من الاول بديت تحكي قلت ما نجمش نقارنوا كما نعيمه قالت المغرب بعيد، المغرب بعيد خاطر عنده 20 سنه يخدم على برامج. انا نقارن المغرب توا حاليا على المستوى الملاعبيه وعلى المستوى الزاد نتاع الملاعبيه وقيمه الملاعبيه كما منتخب فرنسا. ماهوش في نفس المستوى اوكي، لكن على المستوى العدد نتاع الملاعبيه ينجم يجيب عنده راهو لاعبين خارج القائمه مازالوا يدخلوا في المجموعه. انا باش نناقشك في كلمه المشروع والبروجي.
لو نومبر دي زيميغري اللي هما ماروكان البرا ماهمش قد هما والجزائر ماهمش قد تونس معناها يلزمنا نسبوا زاد الاشياء. اليوم انت كان تمشي تلوج اكثر على منا هما اكثر منا برشا. كان تمشي تلوج على بي ناسيونو ما تلقاش القاعده اللي باش تنجم تختار فيها. هو عنده قاعده كبيره ينجم يعمل منها اون سيليكسيون. هو عبد الستار عادل تحب سامحني امير انه التوانسه يتجهوا للدراسه كي يتجهوا للكره. لا عادل تحب تفهم المغاربه والجزائريين فوالا باش نخرجوا ديما من المقارنه هذه اللي ما عادش نجموا نعملوها. تفهم فرق اليوم بين المغرب وتونس. لازم تسمع البودكاست اللي عملوا فوزي لقج على الخريف. راهو 5 فوا طلع على اليمال ومعناها قال لك وصلنا معاه على شوط متقدمه ودو دوا باش نقنعوه. مي في الاخر عطاوه مهله باش يخمم ويلا في سون شوا مشى قالوا احترمنا رغبته. جوستومون معناها الناس وصلت مع يامال اللي بين اسبانيا وبين المغرب وقريب كانت تقنعوا انه اليوم كونترا يامال مثلا في منتخب المغرب. نمشي مع الكابتن في التجديد. المغرب راهو منتخب مختلف على 2022. كتذكر عادل احنا شنو كانت الاشكاليه في الكان نتاع المغرب؟ قلنا هل الركراكي بستاتيو جديد اللي ولا في المغرب بالملاعبيه اللي عامل قادر باش يصنع منتخب يعرف يلعب كوره وعلى صنع لعب. منتخب 2022 كان بلوك با ورا السونتر ويمشي في لي ترانزيسيون على بوفال ولا حكيمي ولا طور الكره عن سيري. اليوم معناها زاد فما اون كاليتي نتاع ملاعبيه المغرب محظوظين لانه كي تلقى بوعدي اليوم اللي راهو زيدان خاطر سوا ديزون سي لو سكسيسور هو نو انونسي نتاع ديشون. زيدان طالب بيه معناها طالب انهم يعيطوا له من تو يضمنوه خاطر هو اي لو فوا معناها وقت اللي باش يشد يكون هو على راس منتخب فرنسي ملاعب اساسي معاه. شوف من الكاليتي نتاع المغرب. اليوم المغرب يخرج من الاكس القديم وزيد تضرب له نايف فقرد يلقى دو زاكسيو اللي هما عيسى ديوب وشادي رياض. تشوف لا كاليتي في الرولونس تشوف لا كاليتي في الدويل معناها لاعبيه ممتازين برشا رغم اللي راهو رياض ما يلعبش بصفه مستمره في كريستال بالاس معناها لاعب احتياطي مي سي نوتر كاليتي مع البيفو بوعدي اللي دخل مع المدرب لازم نعطيه حقه خاطر سي با فاسيل في 3 شهور تحول منتخب كان يلعب بنزعه دفاعيه وترانزيسيون ولا منتخب كما تحكي انت تفرج تقول المغرب هي البرازيل والبرازيل هي المغرب تفرج في ال10 دقائق الاولانيين واللي احنا تحدثنا اللي قلنا منتخبنا ما يساش حتى كيفاش يلعب اون 5 4 1 ولا كيما تحب تسميها انت الخطه يلزموا يمشي للسويد ويضغط شويه حتى يعمل فيت سوربريز. شوف المغرب في ال10 دقائق الاولانيين البرازيل غير قادره انها تخرج كوره. دونك المغرب اليوم في نيفو اخر والمدرب يخاف باش يضغط ما عادش ترجع المدرب. جزئيات اخرى زاد ما عادش نجموا نحكيوا عليه فما جزئيات اخرى ما نحبش نتجاوزها وبعد نمشي لمحمد شاهين. في علاقه ايضا باللاعبين. ندى صحفيه سبقت مباراه البرازيل والمغرب كان حكيمي موجود مع المدرب. صحيح. وكان فما سؤال طرح باللغه الاسبانيه اللي ما كانتش مجدوله في طبعا الندوات الصحفيه تاع الفيفا اللي تسبق المباريات. فحكيمي يجاوب يفهم قلب الاسبانيه وجاب بالانجليزيه ويحكي بالفرنسيه. ايضا هنا الثقافه العامه والحضور الاتصالي هام جدا يعطي صوره على شخصيه المنتخب من خلال قائد فريقه وعلى قوه المنتخب. وقت اللي يحكي زاد يقول احنا برازيل افريقيا وانه صارت ردود فعل كبيره الافريقيه بعد التصريح هذايا. يعني الواثق بنفسه ومن خلاله هو منتخب واثق بنفسه. واليوم المغاربه يقول لك احنا ماشيين نلعبوا على التتر. اضحك قول ايش تحب هذا حق مشروع عنده منتخب اليوم نجم يمشي لبعيد طالما انه عنده الامكانيات. وظهر ايضا في كاس العالم الاخيره انه وصول لدور نصف النهائي للمربع الذهبي في المونديال لاول مره في تاريخ المنتخبات العربيه لم يكن من باب الصدفه. صحيح عادل اعطيتني باس انت توا قريت افكاري. كنت باش ندخل مع بسطار وكوتش. اذا كان وراها هذوما كانت ما فماش فيدراسيون منظمه مأطره ما فماش ايماج معينه ما فماش ان بيدجي معين المنتخب هذا بالنجوم نتاعو ما كانش ينجم ينجح. مع البروجي تكنيك لازم فما ان بروجي ادمينستراتيف فينونسيير باش الامور يعني تمشي والمغرب تخرج بالايماج هذيك. ما غير هذوما 3 ل 4 حاجات يمشيهم باراليل راهو ما نجموش نشوف حتى بريستاسيون سور تيران بالكيفيه هذه يعني بالبهرج هذا الكل وبالروندمون هذا الكبير هذا الكل سواء في الكاس العالميه 2022 ولا الكاس هذه. دونك اي حاجه يعني وراها نتيجه كبيره برشا. اكيد انه راه فما عمل كبير برشا خاصه على المستوى الاداري وعلى المستوى اللوجستي. احنا مالوريزمون في تونس صارتنا عديد الاشكاليات. احنا المغرب نحاولوا ما نقارنوش معناها الكره المغربيه بالكره التونسيه على الاقل في الوقت راهن. باش تحكي لي المغرب نكملوا على المغرب ما تقوليش مالوريزمون برشا مالوريزمون كان باش نقعدوا فيها هكا مع كل منتخب عربي باش نقولوا مالوريزمون. اعطيني على المنتخب المغربي اليوم فما سياسه رياضيه واضحه فما تمويل فما تخطيط فما حكمه
في الاداره باش تبدا الامور واضحه باش كل واحد ياخذ حقه ايضا. وايضا النجاحات اللي قاعده صايره في المنتخب الاكابر مش وحدها، يعني موجوده في كل اصناف الشابه. يعني اليوم فما تسلسل وفما تواصل وفما نجاحات حتى على مستوى اعداد الفنيين واعداد المدربين. ما نعرفش كابتن محمد شو رايك؟ والله انا عايز ارجع بس بالتاريخ شويه كده، حتى الكاس العالم 2002 احنا شفنا حتى كان التصويت بالنسبه لتنظيم المغرب 2010 على كاس العالم وما قدروش ينظموه، وبالتالي من هنا بدات فعلا البروجيه. واكد الاخجع في تصريح في الاخير بودكاست انه كان صوت واحد يفصل فرنسا والمغرب على تنظيم 2010. مظبوط مظبوط. وهنا بدات بقى الاراده السياسيه اللي قالت انا النهارده لازم يكون عندي تارجت، هدف معين لازم اوصل له. النهارده احنا بنيجي نتكلم على وللامانه باعتبارك تحكي على تنظيم كاس العالم، سبق تونس وليبيا انه قدموا تنظيم مشترك في سنوات خلت تقريبا 20 سنه التاليه او 25. ومصر كمان قدمت على فكره مصر تقدم وفازت طبعا جوه، بس احنا وزاره الاشاريه اللي قاعدين نشوف فيها على البصر ما شاء الله يا اخويا. نهضه واقتصاديه نسعد بكل نجاحات البلدان العربيه كما نجاحات تونس. ان شاء الله تونس ايضا ان شاء الله بعد المشاكل الاقتصاديه وترجع يعني صيتها وصورتها على المستوى الرياضي والاقتصادي والسياحي بشكل يليق بالبلاد وبتاريخها وبحضارتها. نرجع للمثال اللي يحتذى به المغرب بصراحه، لان هنا كان في الاراده السياسيه كمان اللي عملت بنيه تحتيه، عملت الملاعب، جهزت حاجه اسمها اكاديميه محمد السادس، اللي النهارده بنشوف حتى المنتخبات الشبان اللي موجوده. بنتكلم على منتخب حتى 14 سنه، منتخب 14 سنه النهارده قادر انه يلعب ضد منتخب 18 و19 سنه ويكسبه في افريقيا. النهارده بنتكلم مثلا على منتخب 16 سنه اللي كان نظمتها المغرب الاخيره، صحيح هو ما قدرش يحصل على البطوله ولكن السنغال هي اللي فازت بيها بنتيجه 2-1 في المباراه النهائيه على مستوى 16 سنه. النهارده بنتكلم على فعلا يعني ايد كابتن امير ان قصه ان حتى التكوين داخل المغرب بالنسبه للشبان الحاليين. حضرتك كابتن لطفي صحيح كلامك صحيح بالنسبه حتى للشوط الثاني اللي كان موجود في مباراه البرازيل الاخيره، كلهم من مواليد اوروبا وامريكا اللاتينيه. اعتقد كمان ان في عندنا ان حتى اهم حاجه ورقم واحد بالنسبه لي انا ان يكون عندك تارجت، هدف. حدد هدفك الاول وبعد كده شوف الخطوات ازاي اقدر احقق هذا الهدف. النهارده انا بتكلم مثلا على الملاعب في تونس، الملاعب في تونس النهارده ناقصه كتير. انا ما عنديش ملاعب النهارده من بعد 2004 انا تونس ما قدرتش تنظم بطوله ثانيه، والمفروض ان تونس بالتاريخ الكبير اللي ليها في افريقيا بصرف النظر عن حتى هي بطوله وحيده ولا غيره، المهم انا عندي كيب ناسيونال محترم يحترم من الجميع، له قدر وله شأن وله اسماء كانت رنانه في العصر الذهبي بتاع المنتخب التونسي. النهارده فين الغيره على المريول؟ النهارده لما اشوف انا كمصري وعايش هنا في تونس ومش رامي ورود ولا اي حاجه، انا عاشق فعلا حقيقي لتونس، ولكن النهارده لما اشوف ان مستوى اللعيبه ديت موجوده في الماتش الاخير ضد السويد، انا اسف انا بشوفها من بره خالص بقول لك اللعيبه دي بتكره بعض في كومبينه ضد بعض. النهارده 2-3 يعملوا كومبينه ضد 2-3. النهارده لما بشوف النهارده شغل الوان مان شو اللي بيحصل من الاتحاد التونسي لكره القدم، النهارده واحد بس هو اللي عايز يظهر، ولو الواحد دوت ما قدرش وحاسس ان مثلا صبري اللموشي هينجح، بل بالعكس لا تعالى كده شويه يا صبري انا اللي اكون قدام الصوره وقدام الشاشه. النهارده المنتخب المغربي النهارده احرجنا جميعا، احرج كل الاتحادات الرياضيه اللي موجوده في العرب وافريقيا بوصوله نصف نهائي كاس العالم الماضي في قطر 2022. النهارده المنتخب المغربي بيشرفنا لثاني مره على التوالي، بيتعادل مع المنتخب البرازيلي اللي هو يعتبر رقم واحد واكثر مشاركات، خمسه كاس عالم. النهارده بنتكلم على منتخب جبار، اسامي كلها صغيره في السن. النهارده معدل الاعمار اللي بنتكلم فيها في المنتخب المغربي 26 سنه و3 شهور، 26 سنه و3 شهور. النهارده لما يلعب كاس العالم القادمه ان شاء الله بنتكلم في 29 سنه و30 سنه اصبحوا يملكوا من الخبره ان هم فعلا ياخدوا كاس العالم ومرتاحين كمان بكل اريحيه. فين الكلام ده النهارده للمنتخب التونسي؟ النهارده صوت الشارع التونسي النهارده لو كنت حضرتك موجود وشفتني احنا بنتفرج على المنتخب التونسي قدام السويد، انا اسف يعني انا مصري كنت هتعارك مع جماعه توانسه لان هم سقفوا للمنتخب السويدي في الهدف الخامس. النهارده الناس فقدت الامل حتى في اللاعبين، الناس فقدت الامل حتى في القائمين على الكره التونسيه في الاتحاد التونسي. النهارده انا شايف حقيقي بجد والله الناس ديت لو فعلا خايفه على تونس ومصلحه تونس بعد كاس العالم ايا كانت نتيجه مباراه اليابان وهولندا اللي جايين يجوا يقدموا استقالتهم فوريه.
واضح. شكرا لك كابتن محمد. سنعود ما نعرفش نعيم حبيت تعقب على الكلام تاع كابتن محمد. وبخلاف الاستراتيجيه اللي قاعده تقوم بها الجامعه المغربيه فما استثمار في المدرب المغربي، لانه تتالت المدربين الاجانب منها ليلوزيتش من هيرفي رونار، لكنهم لم يصنعوا ربيع المغرب. توا حاليا تلقى جميل السلامي، تلقى عموته، وتلقى محمد وهبي وغيرهم وكذلك بتطعيمات مساعدين مدربين اللي هما كانوا لاعبين سابقين. هذا استثمار كبير في كره القدم المغربيه، واللي هما قادرين ان يوصلوا كره القدم المغربيه الى اعلى المراتب فقط.